والله يا جماعه انا مصري وطني ومحدش يقدر يزايد على الوطنيه. يعني مش معنى ان انا عايش بره لما اجي اتكلم في موضوع بالشكل ده حد يقول لي وانت مالك وانت قاعد بره ولا غيره، بس هو الموضوع زاد عن حد، ولما اسمعه من كذا حد من الاجانب بيبقى الموضوع مستفز. ليه وصلنا لمرحله من اول ما يوصل الحد للمطار كل سنه وانت طيب يا باشا مفيش حاجه مش عارف كذا. واحد قال لي بيقول لي والله العظيم انا بوصل للمطار بطلع اجري عشان ببقى خايف ادخل الحمام حد يتكلم، انا ببقى خايف حد يشيل لي الشنطه فيقول لي يلا هات او اطلع مش عارف كذا. ربنا يرزق كل واحد، يعني انا مش ممانع، بس خلي اللي عايز يديك او خلي اللي عايز يطلع اكراميه يطلع اكراميه. احنا اصلا الناس بتبقى في المطار مش شايفه ولا معاها فلوس ولا معاها عمله ولا عارفه تغير وناس تايهه، فان احنا نوصل لكده. برده في الكافيهات تلاقي في حد واقف لك، والله العظيم واحد عايش في السويد عمره بيقول لي ايه، بيقول لي انا بقيت اخاف اسال واحد في الشارع احسن يقول لي هات فلوس. واحد تاني بيقول لي انا مشيت مع اهلي ورحنا مش عارف الهرم، لقيت واحد ماشي معانا طول الوقت فبيقول له انا ماشي مع اهله، يقول له ما انا قلت لك يا باشا على الطريق ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. من ضمن الحاجات اللي ما كنتش فاهمها برضو والله العظيم، كنت رايح اجيب هديه يعني لحد من صحابي اللي هو بتاع حلويات كده وانا داخل والحاجات دي كلها، فبدل ما يبقى كيس بلاستيك فانا قلت له ممكن تحطها في كيس قماش. الراجل وهو بيغلف البتاع عمال يقول لي على فكره مش بيطلع لاي حد ده ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. انا فكرت ان هو بيغيرها عادي. صاحبي اللي جنبي بعد ما طلعنا قال لي على فكره هو كان مستني ان انت تدي له حاجه يعني عشان هو عمال يقول لك كده. انا ما فهمتش يعني الفكره، لو الموضوع واضح والله العظيم تكتب لي كده على باب الحمام ان يبقى فيه كذا، تمام انا موافق، بس هي الفكره انا بتضايق، انا اعتبروني يا سيدي واحد غيور على بلده. افتكرت حاجة لما وصلت البيت على فكرة. في فكرة التبس وفكرة البقشيش موجودة في عالم كتير، يعني مثلا في أمريكا لما أنت بتشتري حتى حاجة بالمكنة بيجي لك في الآخر أيقونة لو أنت عايز تسيب تبس، ممكن يبقى في صندوق إكراميات، ممكن نحط صندوق إكراميات ده في الحمام بتاع المطار ولا غيره. لو هي مش قانون يبقى رقابة أو أي حاجة، يبقى الموضوع أحسن من كده.